السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم زي عمر، والنهارده هنلعب لعبه ماينكرافت. طبعا قبل ما نبدا ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتدعوا لاخواننا المستضعفين في كل مكان. طبعا انا واقف هنا ليه يا جماعه؟ علشان في مفاجاه جامده جدا عايز اوريها لكم. يلا مستعدين؟ 1 2 3. السلام عليكم. ايه رايكم يا جماعه؟ ايه رايكم يا جماعه في الهرم المدرج اللي انا عملته ده؟ طبعا يا جماعه تعبت فيه جدا، وده اللي كان معطلني عن التصوير كل الايام اللي فاتت دي. وعملت هنا المكان اللي احنا هنعمل فيه البيت، وبجد يعني كان من اصعب الحاجات اللي عملتها في حياتي، بس يعني تستاهل الصراحه. زي ما انتم شايفين المكان واسع وجامد جدا، وزي ما انتم شايفين يا جماعه نسيت اقول لكم في الفيديو بتاع الشورت لقينا الكلبوب ده حلو قوي يا جماعه. ايه بوتا. المهم يا جماعه زي ما انتم شايفين المكان بقى روعه بجد، وممكن نعمل فيه حاجات كتير. بس اهم حاجه طبعا دلوقتي البيت. طبعا جمعنا حاجات كتيره جدا في الحلقتين اللي صورتهم وضاعوا. زي ما انتم شايفين يا جماعه كميه الستون والحاجه، طبعا درت كله عملت بيه المدرجات دي. زي ما انتم شايفين يا جماعه موارد روعه، وكميه عيش من الكره اللي احنا لقيناها. طبعا كان اكتر من كده، بس في حوالي ستاك خلص وانا قاعد ببني الكلام ده. ودايموند 12 دايموندايه. وزي ما انتم شايفين يا جماعه البوشن بتاع الاليجرز ده يا جماعه لو شربناه هنروح اي قريه هنقدر نقاتل فيها الاليجرز وننتقم منهم. في الحلقتين يا جماعه اللي فاتوا دول انا قاتلت الاليجرز، بس للاسف هزمونا وقتلوا كل القرويين. ولقيت كمان يا جماعه 2 نيم تاج، وتقريبا كمان 2 سادل. ادي واحد والتاني اهو. انا يا جماعه جات لي فكره حلوه جدا للبيت. طبعا زي ما انتم شايفين انا عامله بالاساسات بتاعته كانه طالع كده من الجبل، هيبقى شكله حلو جدا. وعملت الخشب بتاعه من الاكاسيا، وبس انا هعمله الباقي من الخشب العادي الصراحه، لان انا كسرت خشب اكاسيا كتير جدا وزرعت بداله، فمش عايز اكسر اكتر من كده الصراحه. وانا اساسا كنت مكسر خشب عادي كتير، فنعمل بيه احسن اللي هو الاوك ده يا جماعه. زي ما انتم شايفين في كميه حلوه جدا منه. كده تصدقوا يا جماعه هي مش كميه كبيره قوي، بس اظن ان دي هتكفي في بناء البيت يعني. طبعا يا جماعه لو احنا عايزين بقى ننقل حاجتنا هنعمل كده بس. ايوه، واقوم حاطط حاجتين. شفتوا الصندوق اتنقل بكل حاجه فيه. تنكولوجيا يا جماعه مش محتاجه يعني. طيب خلونا على طول، ينفع ننام ولا لا؟ اوكي ممكن ننام. طبعا يا جماعه لو انتم ملاحظين انا غيرت مود الخريطه، لان الصراحه التاني كان تقيل شويه وكان عامل ازعاج كده في الخريطه. عملته ده صغير كده زي ما انتم شايفين، مكتوب هنا ايه هوم كده احسن. وكمان ممكن بيظهر لنا الساعه والاحداثيات والبايم وكل حاجه. طيب دلوقتي يا جماعه هبدا احلل الخشب اللي معايا ده، وهبدا البناء. انا عايز اشوف فين النص بالظبط. كده يا جماعه انا حظي وحش جدا للاسف، النص طلع 3 بلوكات. انا عايز النص يبقى بلوكتين عشان اعرف احط باب واسع، فهضطر ان انا اكسر ده. طبعا هضطر اظبط المنطقه دي يا جماعه، بس مش دلوقتي، عايزين بس نكمل الوجه الاول. ايوه كده ظبطنا النص يا جماعه. كده يا جماعه المنظر زي ما انتم شايفين بقى حلو جدا. بس انا بقى عايز اعمل حركه، هتبقى حركه حلوه قوي. ثانيه واحده كده، هجيب شويه خشب اكاسيا. هضطر اكسر تاني للاسف. طبعا يا جماعه نسيت اقول لكم انا شلت مود اللي هو شكل الضرب، لانه صح كان صعب جدا الضرب، والوحوش كانت مبهدلاني يعني. كده بقى الضرب احسن الصراحه زي العادي ماينكرافت العاديه. انا اظن يا جماعه لو عملت كده احلى، هتبقى شبه اللي فوق. بس طبعا محتاج اكسر خشب اكاسيا تاني. اوكي يا جماعه كده بقى الشكل خطير. يوه على الزومبيات بقى المقرفين دول. يا غبي، لا مش الكلب ده اغبى من حياتي. الصراحه يا جماعه اكتر حاجه محيراني هعمل نظام الاضاءه ازاي. يعني عايز اعمل نظام اضاءه مختلف عن الشموع، عشان الصراحه مش بحب الشموع. او حتى اللي بتبقى الشموع بس بشكل مختلف، مش شكلها اللي هي احطها كده، لان بيبقى شكلها سخيف. اوكي يا جماعه خلصنا الحيطان زي ما انتم شايفين، شكلها خطير. دلوقتي بقى مشكلتي الارضيه. اعمل ارضيه اوك، ولا اعملها اكاسيا، ولا اعمل ايه؟ انا الصراحه بقى بفكر اعملها يا خشب الاكاسيا ده، بس هيحتاج مني تكسير بالهبل. طيب كسرت حوالي ستاكين خشب، فما اظنش ان احنا هنحتاج اكتر من كده. طبعا يا جماعه انتوا ممكن تقولوا البيت صغير يا عمر، يعني تعمله صغير قوي. انا يا جماعه يعني لو وريتكم ثانيه واحده هوريكم دلوقتي عشان ايه نحسم الجدال. بس يا جماعه زي ما انتم شايفين ده اللي تحت الهرم المدرج، هرم خوف اللي احنا عاملينه ده. مكان واسع جدا. ده بقى انا عايز اسطحه كده واعمله زي مكان رايق كده تحت الارض، يبقى شكله حلو قوي. بس ده محتاج شغل كتير، فانا بعمل يعني مثلا ممكن هنا نعمل بوابه النظر وآلة التطوير، يعني هتبقى حاجه كده، ونعمله بستايل لاش كيف، هيبقى حاجه كده روقان. وكمان نعمل ماين كارت جواه. يعني في افكار كتيره جدا. اقعد يا اسطى في حته يا اسطى. ونقول يا جماعه نسمي الكلب ده ايه؟ الصراحة يا جماعة أول مرة أجرب خشب الأكاسيا مع البلانكس بتاعت الخشب العادي، وطلع الموضوع جامد جدا. يعني الرصاصي والخشب ده حلو جدا.
كده يا جماعه، وتقريبا كده مستحيل الخشب يكفي. ده احنا محتاجين تقريبا قد كميه الخشب دي مرتين تاني. طيب هروح اكمل تجميع بقى، عندنا الغابه كامله اهي. 1 hour later, 2 hours later, 3 weeks later, many months later. طيب يا جماعه، انا جمعت خشب كتير ومت مش كتير، يعني مت بتاع مثلا حوالي 6 مرات بس. اوكي يا جماعه، خلصنا واخيرا. وبكره هنكمل بقى يا جماعه، هنعمل اللي هو الحاجات اللي في البيت نفسه بقى. طيب صباح الخير. دلوقتي بقى هاخد الحاجه بتاعتي زي ما انتم شايفين يا جماعه، شايل حاجتي وماشي اهو. طيب يا جماعه، زي ما انتم شايفين بدات ارص الحاجه، هو الموضوع عشوائي شويه بس هظبطه بقى. طبعا كان معانا ازاز كتير، فحط بقى شبابيك. كده يا جماعه، انا عملت المنظر ده شكله حلو قوي. فهحط بقى دلوقتي الباب، مش عارفه احط الباب شكله انهي، يعني شكل اعمل ده ولا ده. خلونا كده نشوف اللي ممكن نعمله. ثانيه واحده كده، لاحظت حاجه. ايوه كده مظبوط. اوكي، هو الباب العادي شكله حلو بس مش حاسه كده، يعني مش احلى حاجه، ممكن يكون فيه احلى. ممكن اعمله نفس اللون ده كده. اوكي الصراحه بشوف الموضوع ده بعدين. ايه ده؟ واو، ايه ده يا جماعه الجمدان ده. وبرده لون السرير مش اظبط حاجه، بس عايزين نعمله بقى. ممكن ابقى اعمله برتقاني او اصفر، حلو تصدقوا، او رصاصي مثلا. هبقى اشوف انا ممكن اعمل ايه. زي ما انتم شايفين يا جماعه، ده منظر البيت. حاجه يعني جمدان جدا، ومن جوه شكله خطير. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه لو انتم مش مشتركين، وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكوا كل جديد. النهارده بنينا البيت الجامد ده، وان شاء الله الحلقه الجايه ممكن ننزل رحله كهفيه، واكون كملت بقى مكان البيت وكده. وطبعا يا جماعه عايزين ندخل بقى النظر. معانا دايموند، ممكن نعمل بقى سيف وبيكاكس. ممكن الحلقه الجايه ندخل النظر يا جماعه، ففعلوا زر التنبيهات عشان اول ما انزل الحلقه توصلكوا على طول. وبس، يلا سلام.